الايه الصدق والكذب، اسمه كده خبر ما يحتمل ده ما يحتمل ده. فلكن في منطق يعني اما تطلع تقول لي امام عاشور ادم وطني الوكيل بتاعه جايب له عرض من امريكا ب10 مليون دولار وانه بيناقشه من النادي الاهلي وهيحترف في امريكا، اذا كان امريكا نفسها ما خدتش اسامه ابو علي ب10 مليون، وبعدين مين النادي الامريكي اللي جايب 10؟ ما انت يعني وسام قلنا نادي اسمه كولومبوس ودفع 7.5 مليون. طب نادي عايز ياخد امام عاشور اسمه ايه؟ نيويورك سيتي، اسمه النادي مثلا بتاع الاستاذ محمد منصور اللي هو اخو الاستاذ ياسين منصور. طب ما هو لو الاستاذ محمد منصور هيقدم عرض الاستاذ، يعني هيقدم عرض رسمي ويتناقش، طب الاستاذ محمد منصور هياخد امام عاشور ب10 مليون دولار وهو يعني قول لي اسم النادي، يعني بص على الخبر وبص على الكلام، قول لي نادي كذا بعت لنادي، يعني نادي نيويورك سيتي، نادي واشنطن بوست، ونادي ديلي ميل، اي نادي يعني بعت للنادي الاهلي بيقول له انا عايز امام عاشور وادي 10 مليون. ده لو 10 مليون دولار بيع امام عاشور. بقول لك وسام ب7، لا ده 10 بيعه على طول يا باشا مع السلامه يا امام. لكن لا يبقى في عرض ولا في اسم ولا في اسم نادي ولا في اي حاجه ويتقال لك ان امام عاشور هيحترف في امريكا ب10. امريكا دي واسعه يا جماعه، ده قاره، ده قاره. فده على طول تروح لتعريف الخبر في المنطق ان هو ما يحتمل الصدق والكذب. ما يحتمل ايه؟ الصدق والكذب. علامات الخبر بتبقى واضحه يا باشا، يعني علامات الخبر بتبقى واضحه صريحه 1 2 3 4. لكن لا امام عنده عرض، وبعدين امام كان مصاب، ده لسه راجع الماتش اللي فات بتاع شبيبة القبائل يا دوبك لعب. ده ايه النادي العظيم ده نادي ايه بسم الله ما شاء الله، لاعب مصاب بقاله 3 شهور وكانت عنده عدوى ربنا شفاه، وكان قبل كده يعني امور صحيه، ومع ذلك يبعت عرض ب10 مليون دولار. ايه ده نادي ايه؟ ده نادي ايه الجريء ده يا جدع؟ يا خبر ابيض. طب على الاقل كان امام بيلعب، على الاقل يبقى مكسر الدنيا، على الاقل جايب له 18 جول، على الاقل يعني على عشان النادي الامريكي يقدر يجيبه. لكن ده استكمالا للي قاله الاستاذ ادم وطني وكيل امام، انا هجيب لي امام عرض مش عارف بكام يعني بره طب ماشي يلا عادي يعني. ما انا بقول لك والله لو ب10 مليون دولار يلا يا امام شكرا جزيلا نروح للنادي الامريكي. لكن لا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. طيب نروح بقى للايه؟ لبيان الساعه 2 بالليل. انا ما اعرفش والله، وانا قلت في الاذاعه الصبح هو ما فيش نهار يعني اتحاد السله فضل سهراء، هو عمل الاجتماع وخد العقوبات اتحاد كره السله يعني، وقال للادمن الساعه 2 بالليل اعمل انت سهران يا ابني، قال له ايوه يا باشا، قال له حط البيان الساعه 2 بالليل او يكونوا ناموا. وسبحان الله والله وسبحان الله لا اله الا الله، نادي الاتحاد يبقى عنده احساس كده. النداهه قالت له بص انت تطلع بيان الساعه 1:30 تقول فيها انا ما اتسحبتش. ايوه ده انت قايل على الهوا ان انت مشيت، ما هو لازم اقول انسحبت. رئيس الاتحاد قال ان انت مشيت، انت نفسك قلت ان انا مشيت، الحكم قال ان انت مشيت، بتاع المسابقات قال ان انت مشيت، وانت نفسك قلت اعتبروني منسحبا. يعني فايه قصه ان انت تقول لي انا ما اتسحبتش؟ ما اتسحبتش، امال انت كنت فين؟ كنت بتعشيهم في وقت الماتش، اصل احنا كنا جعانين. يعني انت كنت رحت تتعشى ورجعت؟
المهم ان رئيس الاتحاد الاستاذ عمرو مصلحي قال ان انت يا استاذ محمد احمد سلامه ما قلتلناش ومشيت، يبقى اتسحبت. وبعدين انت جاي في البيان بتناقش انت اتسحبت ولا ما اتسحبتش؟ يعني انت في البيان بتاع نادي الاتحاد بتناقش انت اتسحبت؟ لا ما اتسحبتش. مشيت؟ لا ما مشيتش. هناك؟ لا. ولا انت ايه؟ فطلع بيان الاتحاد. انا كنت منتظرا بقى ان الاتحاد يقول لي، نادي الاتحاد بناء على اللي قاله السيد رئيسه اللي هو الاستاذ محمد احمد سلامه المحترم، وهو شخصيه من الشخصيات الكبيره في الاسكندريه، ان هو يطلع يقول لي ان انا بعاقب مالك اللي هو اللاعب اللي عنده 16 سنه اللي هو غلبان، يعني حتى لو هو اتصرف تصرف لا يليق. لكن انا شايف ان دي فورة شاب صغير مراهق، يعني ناشئين 16 سنه مراهق. فانت قلت ان انت هتعاقبه بعقوبه وبغرامه، فحلو قوي. انا قلت بقى ايه؟ الاتحاد هيقول لي ايه؟ وقد قام المجلس اداره النادي بمعاقبه اللاعب الناشئ مالك 16 سنه غلبان مسكين عنده فورة شباب، واعتذرت لكننا عقوبه كبيره تليق بغرامه ماليه 1,000,000 جنيه، مع انه ممكن ما ياخدش 3 جنيه، بس هي غرامه ماليه، اكبر غرامه ماليه في تاريخ كره السله وتاريخ النادي. قال لك لا، انا حولته للشؤون القانونيه. حولته للشؤون القانونيه؟ يعني حولت مالك للشؤون القانونيه للتحقيق؟ طب امال انت ازاي خدت القرار بتاع الهوا؟ ازاي رئيس اتحاد، يعني رئيس مجلس اداره نادي، يتوعد اللاعب بتاعه بعقوبه وبعدين يقول لك انا حولته للشؤون القانونيه؟ يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده، طب ما كنت تطلع على الهوا تقول لي انا حولت مالك للشؤون القانونيه للتحقيق، واي قرار هتاخده الشؤون القانونيه انا موافق عليه خلاص. لكن ده انت طلعت وتوعدت وقلت اللاعب وعقوبه واخره ولم تراعي ان هو مراهق، ان هو شاب صغير، حتى لو كان غلط، حتى لو هو مثل الاتحاد، حتى لو اساء الى المنافس بتاعه ولعيب في النادي الاهلي مراهق زيه. ليه؟ لانك انت داخليا، لكن ما راعيتش ده كله وتوعدته، وما جيت تنفذ قلت له محوله للتحقيق. محوله التحقيق؟ طب ما تستنى بقى نتيجه التحقيق. يعني انا مستغرب من بيان النادي وبيان، طب ما كل ولا امبارح قلت لك ما تطلعش على الشاشه، ما تدليش بتصريحات بعد الحدث مباشره. خد نفس واستنى شويه وادرس الموقف واطلع قول ايه ومش هقول ايه. ده انت دخلت انت والاستاذ عمرو مصلحي قصاد بعض. انت مشيت؟ لا ما مشيت، انا رحت، انا جيت. كنت تقول لنا انا ما، واحنا قلنا لك امبارح. ثم نيجي بقى للايه؟ انا عارف والله وقلت لكم امبارح ان الموقف بتاع الاستاذ عمرو مصلحي موقف صعب، موقف صعب جدا. انا مشفق عليه الحقيقه. يعني الراجل امبارح يعني حاول يلطف، فالناس بتلوم على الاستاذ عمرو مصلحي انه اعتذر لجمهور الاتحاد. امال انت عايز تعمله ايه؟ انا ابن اسكندريه، انا ابن نادي الاتحاد، وحطوني في الموقف ده. لو كانوا كلموني، انا بتكلم على الاستاذ عمرو مصلحي، لو كانوا كلموني وقالوا لي او صبروا شويه كنت اجلت لهم الماتش. اللي ما قدرش يعني الاستاذ محمد احمد سلامه، هم كانوا قاعدين ليه يا استاذ محمد؟ هم عاملين اجتماع ليه يا استاذ محمد؟ عشان ينقذوك، عشان ينفذوا لك طلبك تاجيل المباراه، ودي السلطه العليا. يعني مجلس اداره اتحاد كره السله مجتمع في صاله المباراه، وانت رايح تقول له قال لك ده في اجتماع، يبقى تستنى ليه؟ عشان هو هينقذك. هيطلع يقول للاهلي يا استاذ محمد تم تاجيل المباراه لغد، خلاص ده قرار، يبقى نفذ لك. لكن انت ما استحملتش، حطيته في موقف وحش، فطلع الراجل يعتذر طبعا لاسكندريه ويعتذر لجمهور الاتحاد، لانك انت حطيته في هذا الموقف. هو دلوقتي مرغم
يعترف للنادي الاهلي بانه البطل. طيب كويس جدا، البطل نعمل ايه بقى في العقوبات؟ نعمل زي هنري كيسنجر اللي هي ايه؟ كله يتعاقب. ليه كله يتعاقب؟ علشان لما الاتنين يتظلموا ابص انا على العقوبه. يا نادي الاتحاد انت معاقب، فعاقب جمهور الاتحاد ب100,000 جنيه باين، وعاقب مالك لان هو يتوقف لاخر الموسم وغرامه مش عارف 10,000 ولا 100,000 جنيه برضه، وعاقب اداري في الاتحاد، وعاقب حد. يعني المهم ايه؟ عقوبات. طيب نسيب النادي الاهلي؟ لا طبعا. طيب ايه؟ اللاعب اللي اتخانق مع مالك اديله عقوبه ماتشين، لاعب تاني 3 لعيبه من الاهلي قام مديهم عقوبات ماتشين وغرامات، وجمهور الاهلي زي جمهور الاتحاد. طيب حلو قوي. يعني انا عملت ايه؟ عاقبت الاتنين، ما عاقبتش واحد بس. وقلت لتذكرتي ما تدخلهمش لمده 6 شهور. ايوه ما دخلش مين؟ جمهور الاهلي وجمهور الاتحاد. يعني اذا الاهلي والاتحاد ممنوعين من جمهورهم لمده 6 شهور. يبقى انا عاقبت الاثنين في مبارياتهم بس. ما وضحش هل ده منع لكل المباريات ولا مباراه الاهلي والاتحاد بس؟ ما قالش. طب ليه بقى؟ عشان انا اخلص من القصه. ابقى انا ما جيتش عليك يا اتحاد ولا ظلمتك يا اتحاد، اللي هو انسحب بقى، اللي هو ايه؟ انسحب بقى، لا غرامه مالها انسحاب، وعاقبت الجمهور بتاعكم، سويتكم ببعض. انا زودت عليك بس عشان انت ما سمعتش الكلام. طب ايه الحل؟ ان الاثنين يقدموا تظلمات. الاتحاد يقدم تظلم والاهلي يقدم تظلم، واحنا ندرس بقى الموقف، نشوف اللائحه بتقول ايه. فاذا كان مالك لنهايه الموسم، مالك قدم يعني لا نخليها 3 ماتشات، الجمهور بدل 100,000 جنيه نخليه 50، بدل ما يبقى ممنوعين لاخر الموسم او 6 شهور نشيلها. يعني ايه؟ نشوف لنا حل. يبقى انا ظاهريا عاقبتهم لانك عملت لي مشكله وما راعيتش ان احنا من بلد واحده وشغلانه يعني، وفي نفس الوقت طبقت اللائحه، وفي نفس الوقت خليتك تقدم ايه؟ تظلم. يا شقي يا ايه؟ يا شقي، عشان ما تعملهاش تاني. اي حاجه خاصه بالنادي الاتحاد ترجع لرئيس تشوف رئيس اتحاد السله هيعمل ايه. ما تحرجوش، ما تحرجوش يعني. ويطلع يقول لك اخويا ايوه انت احرجتني ليه؟ ما كنت يعني جت على 10 دقايق يعني. انت مستعجل قوي. هات لهم سندوتشات. يعني غريب قوي يا استاذ محمد. كنت هات لي الاولاد سندوتشات واديهم لهم تصبروا بس بيها كده لغايه ما نشوف الاتحاد هيأجل لنا الماتش، لكن تاخدهم وتمشي من غير ما تقول للاستاذ عمرو. ما يصحش كده، ما ينفعش يعني. ما تحرجوش، عيب، ما يصحش. المهم يعني ادي العقوبات اللي عملها اتحاد السله. طيب عندنا بقى